التفريغ والتحرير. يعني ايه تفريغ؟ التفريغ مش حاجة غريبة، هو ببساطة انك تخرج اللي جواك بدل ما تخزنه في جسمك. لما بتكتم المشاعر بتتراكم وتطلع بعد كده في شكل توتر، عصبية، تعب نفسي، مرض جسدي. التفريغ بيساوي مساحة آمنة تطلع فيها اللي جواك. فالتمرين بتاعنا المرة دي هو الكتابة. ده أهم تمرين. لما بتكتب بتفرغ في الورقة المشاعر دي، فده من أقوى التمارين اللي ممكن تعملها. هات ورقة وقلم واظبط تايمر على 10 دقايق واكتب من غير ما توقف. اكتب أي حاجة، أنا زعلان من كذا، أنا خايف من كذا، أنا متضايق من كذا. مهم جدا ما توقفش، ما تعدلش، ما تجملش. اكتب الحقيقة حتى لو مش مريحة. تمرين المواجهة. التمرين ده بسيط بس عميق جدا. اقعد لوحدك واسأل نفسك أنا حاسس بإيه، واستنى الإجابة. ما تحللش، ما تهربش، بس حس اللي جواك بصدق. التمرين بتاعنا انك تقعد كل يوم 5 دقايق، اقعد مع احساسك بس، راقبه واتفرج عليه من غير ما تحكم عليه. ولو حسيت وانت بتراقب الاحاسيس دي ان في مكان في جسمك مشدود او بيوجعك، حط ايدك عليه وتنفس تنفس بطيء قوي 7 ثواني شهيق، 1 ثانية انك تكتم النفس، وبعدين 7 ثواني زفير، وبعدين 1 ثانية تكتم النفس. وكرر ده، وكل ما الإحساس يبدأ يتحرك في جسمك أو الوجع أو الشد، انقل ايدك عليه كأنك بتنقل تركيزك عليه وتنفس بدون أحكام، بدون شروط، بدون تحليل، وبدون أي حاجة. سيبه يبقى موجود وتنفس جواه وبراه بهدوء.